السلام عليكم يا احلى متتبعين، كي دايرين اخواتاتي العزاز؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا بفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الطريقه ديالي في تحضير الرايب المنزلي عاقد، مقادير اللي هي مضبوطه وطريقه اللي هي ناجحه 100%. صدقوني غادي تجربوه وغادي تعتمدوا في المائده ديال السحور ديالكم ولا في الاوقات العاديه. وبسم الله على بركه الله. غادي ندوز معكم دابا الطريقه والمقادير ديال التحضير. وطبيعه الحال تنشكر جميع الاخوات والاخوه اللي التحقوا بالقناه ديالي، تنقول لكم شكرا لكم على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات ديالي. وطبيعه الحال ما تبخلوش عليا بواحد اللايك. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج اطره الحليب، كيس ديال الحليب بودره نيدو، علبه ديال اليوغورت بنكهه الموز، كيس ديال السكر فانيل التنسيم، جوج المعالق ديال السنيده. غادي ناخذ واحد الكاسرونه غنضيف ليها نص سيترو ديال الحليب، كيس ديال السكر فانيل التنسيم، غادي نخلط وغادي نضيف هنايا السنيده. ومن بعد غادي نديه مباشره باش غنديرو فوق البوطه باش يغلى ليا. غادي ناخذ واحد الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نضيف لي داك نص سيترو ديال الحليب المتبقي عندي، غنضيف ليه كيس ديال الحليب بودره، وغادي نضيف العلبه ديال اليوغورت بالنكهه ديال الموز. صدقوني راه تتجي واحد المذاق اللي هو رائع، احسن من هذاك المذاق ديال الفاني. غادي نخلط الكل جيدا حتى يتخلط ليا الحليب واليوغورت جيدا. هذا هو القوام اللي حصلنا عليه كيف ما تلاحظوا معايا. غادي نضيف ليه داك الحليب اللي فيدنا من قبل وهو سخون، غادي نخلط الكل جيدا كيف ما تلاحظوا معايا بواحد الملعقه خشبيه حتى يتجانس ليا داك الحليب اللي بارد والحليب اللي فيضنا. هنا غادي ناخذ الكؤوس ولا زليفات، المهم اللي بغيتو، غادي نكب فيهم هاد الخليط ديالي. انا بالنسبه لي هنايا درت 7 ديال الكويسات، الا كانوا كويسات صغار من هادو راه يخرجوا لكم واحد الكميه اللي هي اكثر. غادي نحاولوا نكبوا الخليط ديالنا وهو هكا تيكون دافي باش يبقى محافظ لينا على ديك السخونيه ديالو. غادي ندوز باش غادي نغطي هاد الكويسات بالسلوفان. هو الا كان عندكم دوك الزليفات ديال الرايب ولا هكذايا شي سوبيرات ديال الدجاج اللي يكون عندهم الغليقات، من الافضل انا غنستمر بحال هكا حتى نكمل كاع هاد الكويسات اللي عندي، غادي نغطيهم بالسلوفان. غادي ناخذ واحد السوبيره كبيره كيف ما تلاحظوا معايا، من الافضل تكون هكذا شويه عاليه من الفوق، وغادي ندير فيها هاد الكؤوس ديالي على هاد الشكل. من بعد غادي نضيف ليهم هنايا الماء طايب البنات، ضروري يكون الماء طايب كيف ما تلاحظوا معايا.
الدور ديال الماء الطايب هو ان تيخلي لينا هاد الكويسات ديالنا دغيا يوجدوا معنا. وانا بالنسبه لي هنا استعملت واحد الزويب فوق الكويسات باش ملي نغلق السوبيره ديالي ما يبداش يقطر ليا داك الماء ديال البخار على الكيسان. صافي البنات مباشره غادي نغطيه بواحد المنطه ونخليه تقريبا على الاقل ليا واحد 8 ديال الساعات. انا درته في الصباح وخليته حتى الليل. صافي البنات هنا الرايب ديالنا راه اصبح واجد. غادي نعريو عليه كيف ما تلاحظوا معايا، وغادي نحيد هاد الكويسات ديالي من الصوبيره. غادي نحاولوا هكذا نشفوهم من داك الماء اللي فيهم. طبيعه الحال البنات راه من بعد ما تنخليو الرايب ديالنا حتى يتجمع راه ضروري تنديروه في الثلاجه، راه تيجي ناجح. صدقوني البنات غادي تجربوه وغادي ينجح معاكم. كيف ما تلاحظوا معايا راه تيجي عاقد وزوين، وشي حاجه اللي مصايبين على اليد ديالنا وفي الدار، وتيعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره. كيف ما تلاحظوا معايا انا راه واخا تنقلب الكاس راه ما تيطيح ما والو لانه عاقد. خلينا الوقت الكافي. هانتوما البنات شوفوا النتيجه ديالو تبارك الله ما شاء الله. تقدموا بوجهكم احمر. وطبيعه الحال البنات تنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم. ولو وصلتوا معايا حتى لهنا ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وبواحد التعليق. طبيعه الحال الا بان لكم الفيديو انه يستحق المشاهده، وصدقوني البنات غير جربوه راه غادي يعجبكم وغادي ينجح معكم. لان صراحه نشارك معكم الوصفات ديالي اللي هي ناجحه وتنقدمها لكم البنات من القلب ديالي، لان اي حاجه درتها ونجحت معايا تنشاركها معكم. تنقول لكم شكرا لكم بزاف وعواشر مبروكه بالصحه والسلامه.